استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء سفيرها في المغرب بسبب شبهات تحرش جنسي وفساد. ونقلت صحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني الثلاثاء عن وزارة الخارجية قولها إنها استدعت سفيرها لدى المغرب بسبب مزاعم عن انتهاكات جنسية وتحرش وفساد. وأضافت: تم الطلب من ديفيد غوفرين الذي عاد إلى منصبه في الرباط يوم الأحد البقاء في إسرائيل بانتظار تحقيق الوزارة في المزاعم ضده. وقد كشفت قناة عبرية رسمية الاثنين أن وزارة الخارجية الإسرائيلية فتحت تحقيقا في شبهات خطيرة وقعت بممثلية تل أبيب الدبلوماسية لدى المغرب، شملت مزاعم استغلال نساء من قبل مسؤول كبير وتحرش جنسي ومزاعم ارتكاب جرائم أخلاقية إضافة إلى صراعات حد بين دبلوماسيين. وقالت قناة كان التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: تحقق وزارة الخارجية في الشكاوى الواردة بشأن أعمال يزعم أنها نفذت في الممثلية مكتب الاتصال الإسرائيلية في المغرب. وأضافت أن دبلوماسيين كبار وسياسيين إسرائيليين متورطون في القضية، لافتة إلى أن محور التحقيق هو سلوك رئيس البعثة الإسرائيلية ديفيد غوفرين الذي كان في السابق سفيرا لإسرائيل لدى مصر. وقالت القناة: على خلفية تلك الادعاءات وصل وفد كبير من وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الرباط على عجل الأسبوع الماضي ضم المفتش العام للوزارة حجاي بيهار. وتابعت أن الوزارة تحقق في اختفاء أو سرقة هدية ثمينة جاءت من الديوان الملكي المغربي خلال احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها أو ما يسميه الإسرائيليون يوم الاستقلال، ولم يتم الإبلاغ عنها. كما يجري التحقيق في صراع داخل مكتب الاتصال بين رئيس البعثة غوفرين وضابط الأمن المسؤول عن أمن وسلامة البعثة وفق القناة. وأشارت إلى قصة غريبة أخرى يتم التحقيق فيها حول رجل أعمال يدعى سامي كوهين يهودي مغربي قام بفعاليات استضافة رسمية لكبار المسؤولين الإسرائيليين في المغرب.